يا صباح الفل، ازيكم؟ تعالوا النهارده بقى هنعمل صينيه رواني سهله جدا جدا وسريعه، وطالعه زي ما انتوا شايفين كده زي القمر. بصوا، تحفه، سهله جدا ومقاديرها بسيطه جدا. اهي بصوا، حاجه كده خليط بين الكيكه والبسبوسه، حاجه وسط كده، ومسقيه في الشربات كده وطريه ولذيذه. اول حاجه كده نصلي على الرسول ونقول عليه الصلاه والسلام. عندي كوبايه ونص دقيق سميد ناعم، دقيق سميد، وهاخد كيس بيكنج باودر من اللي هو ده 16 جرام، وعندي 4 بيضات، عندي جوزة الهند هاخد منها معلقتين، وعلبتين زبادي، وعندي الدقيق العادي. تمام تمام. والسكر طبعا ما ننساش، انا اللي كنت ناسيه. هنبدأ بقى، عندي بولة كبيرة كده هنزل بيها بالكوباية ونص الدقيق السميد، وانزل عليها كمان بكوباية ونص دقيق عادي. الدقيق العادي هنخله كويس قوي، علشان ايه؟ بيدي نتيجة حلوة في الكيكة لما بيكون منخول. كوباية ونص، كوباية ونص سميد نحط عليها كوباية ونص دقيق. مكونات مظبوطة 100%. عندي كيس البيكنج باودر اللي هو 16 جرام او معلقة. اقلب كل ده مع بعضه، وذرة ملح. معلش انا نسيت اقول لكم ذرة ملح ما جاتش. تعالوا بقى في الخلاط كله على بعضه على بعضه كده. ركننا بقى الدقيق والحاجات، انزل بال4 بيضات في الخلاط، عليهم كيس فانيليا، وعليهم كوباية الا ربع سكر. كوباية الا ربع سكر. ممكن تخلي كوباية الا ربع دي كوباية، بس انا لسه هسقيها شربات فما تبقاش مسكرة قوي. وحطيت معلقتين جوز الهند، وعلى علبتين زبادي، ونص كوباية لبن رايب كانت عندي، لو مش موجودة عادي مش مفيش مشكلة. وكوباية الا ربع زيت. خلاص، معلقتين جوز الهند، على 4 بيضات، على على كيس فانيليا، على كوباية الا ربع زيت، والعلبتين زبادي. نضربهم كويس قوي قوي في الخلاط لحد ما السكر يدوب تماما، وانزل بقى على الدقيق والحاجات اللي انا عاملاها بتاعتي الناشفه دي، واقلب بقى تقليب كويس كده. بصوا، هتبقى ناشفه شويه كده، انا عايزاها كده لانها طبعا لسه هتتسقي شربات او سيرب، هتبقى جميله وطريه وحلوه قوي. اقلبها تقليب حلو خالص خالص من تحت لفوق كده. عندي بقى ولعت الفرن بتاعي على درجه حراره 200 يسخن، وعندي الصينيه مقاس كبير كده 28 تقريبا. هدهنها زيت او سمنه اللي موجود، زيت كده او يعني من كل الجوانب، وادهنها جامد كده. وانزل بقى بالكيكه بتاعتي او الرواني بتاعتي. مفيش اسهل من كده، وناجحه 100%، ومقاديرها سهله جدا. اهز الصينيه بس كده اهوت علشان تتساوى كلها، تبقى زي بعضها، واسويها ودي على الفرن. هتقعد قد ايه؟ هتقعد حوالي 25 دقيقه او نص ساعه بالظبط، 30 دقيقه. ولو لقيتيها لسه بيضه بتولعي الشوايه. مفيش، خلاص استوت خلاص. انا ما ولعتش الشوايه عليها بصراحه. تعالوا بقى نعمل لها الشربات على ما هي تخرج من الفرن. عندي كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، احطهم على النار ساعه ما يغلوا. احط عليهم نص عصره ليمونه وكيس فانيليا، واسيبهم 7 دقايق تغلي، وتمام كده الشربات بيكون جاهز. اسيبه يبرد شويه. خلاص، كوبايتين سكر على كوبايتين ميه وعصره نص ليمون. بصوا، طلعت الصينيه من الفرن اهي تحفه. خلاص، اختبرتها كده بالسكينة لقيتها ناشفة. هسيبها تهدى شوية، مش هسقيها شربات وهي سخنة مولعة كده. بصوا الشربات عندي اهو، الشربات مش بارد قوي ولا سخن قوي، والصينية طالعة. خليتها تهدى شوية 5 دقايق، واسقيها طبعا بقى بالشربات بتاعي، بس مش هتاخد كل الشربات. الشربات اللي انا بعمله ده ويفيض، بعبيه في البطرمان واحطه في التلاجة، بيقعد لأي حاجة تانية. بصوا خلاص كده زي الفل. تعالوا بقى اما نديها شوية زواق كده ولا اي حاجة من عندنا، عشان تخلي الطعم كده قطعها الاول. بصوا السكينة ماشية فيها زي الحلاوة كده، ناجحة 100%، وخفيفة على فكرة، خفيفة وجميلة. خلاص قطعتها. عندي جوز الهند، اديها شوية زواق من على الوش كده.
وعندي فرماسيت اديتها شوية عشان تخلي الشكل رائع. وادي الصينية بصراحة تحفة، اتمنىكم تجربوها بالطريقة دي. ما شاء الله اي واحدة مبتدئة ولا ما بتعرفش تعمل كيكة هتطلع معاها دي ناجحة 100%. بصوا شكلها كده وجوسي طرية وشاربة من الشربات كده، مش دسمة ولا حاجة، طعمها حلو قوي. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسونيش في لايك وشير كتير للفيديو. واللي لسه اول مرة يشوف قناتي يا ريت تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. باي باي.